ومرحبا حبايب قلبي، كيفكن؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم في فيديو جديد. وقبل ما نبلش بالفيديو خلونا نكتب الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هون يا صبايا جايبة أنا فخاد مغسلتن ومنضفتن كتير كويس. وهون عندي بهار وعصفر وبهارات شاورما وفلفلة حمرا وملح وزيت نباتي ولبن وهيك حطيت له للتبلة. وهون شفت الملح كتير رجعت منه. ايه وبخلطن هيك كتير كويس وهيكتهم فوق الفخاد. هاي التبلة كتير كتير طيبة يعني للفروج. جربوها يا صبايا وما بتندموا، والله كتير طيبة يعني ما بستغني عن هاي التبلة. واللبن اللي بحطله اياه بخلي الفروج يصير يعني طري، يصير يعني كتير يعني طري. والله التبلة كتير كتير طيبة يعني، وجربوها ما بتندموا يا صبايا. انا هيك يعني جربتها ويعني اعتمدت عليها. وهون جايبة أنا الفروج تبلته الساعة يعني 11، تبلته بكير عشان يلحق يغب للمسا تبلة، وما يعني عند أحطه بالفرن يكون موغي بالتبلة. وفهمت علي يا صبايا؟ بدي قبل بوقت أتبله وأحطه يعني أحطه يغب تبلة. هون تبلته هيك كتير كويس. بدي ألفه كيس وأحطه بالبراد للساعة 4 العصر، يعني بدي أحطه بالفرن. اي والله يا صبايا. وهون جبت الساعة، هون صارت الساعة 4. جبت صينية الفرن حطيت فيها ورقة زبدة. ليه حطيت ورقة زبدة؟ لأني كتير كتير عم بتعذب تنظيف الصينية. أما هيك بشيل ورقة الزبدة وأكبه. مو بتبس بأرض الصينية دهنة الفروج والتبلة هيك بالزور يعني لتنضف معي. قلت حطي ورقة زبدة وارتاحي من هالتنظيف. والله حطيت ورقة زبدة، وهيك التبلة اللي طلعت منه رجعت دهنتها فيهم. وعلى فكرة اللبن كمان بحمر الفروج بسويه أحمر أكتر. على فكرة يا صبايا يعني معلومة. اي والله يا صبايا. وانا خلصتهم ولفيتهم بالورقة الزبدة أول شي مشان ما يلزق السلوفان فوق الفخاد. والسلوفان بلفه هيك وبحطه بالفرن. اي والله يا صبايا هيك بس، يعني شغلتها كتير بسيطة وسهلة يعني. هيك حبيت أسوي اليوم رز كبسة معكن، أشارككن هالطبخة، وانتو هيك اكتبولي يا صبايا ايش عم تطبخوا هالأيام، ايش عم تعملوا، ايش عم تسوي بهالرمضان. أنا الحمد لله رب العالمين خلصت 3 أجزاء من القرآن، الحمد لله يا رب العالمين. الله يقويني وأختم القرآن بشهر هالفضل يا رب. وانتو هيك اكتبولي يا صبايا ايش عم تطبخوا، بلكي بلاقي طبخة بكرة بطبخها على شرفكن يا صبايا يا حلوين. هون يا صبايا عندي رز محمود، نقعت كاستين، قلت كاستين وزيادة. أنا ما بحب أكتر أكل مشان ما يزيد وينكب حرام لأني رمضان. إيه والله ما بكتر يعني بسوي على قدنا. إيه هون كتيت الرز وحطيت له ملح، وبده يعني الرز مي دافية، لا هي تكون سخنة كتير ولا هي باردة كتير، تكون دافية مشان ما يتكسر الرز، لأني إذا سخن كتير بتكسر الرز، لأني مو متل الرز المصري. وفهمت علي يا صبايا؟ وهون خضرة الكبسة. آم، فليفلة حمرا فليفلة خضرا وجزر وبصل وبس، هيك بحط لها خضرة للكبسة. وهون بعد ما خلصت فرم الخضرة كتيت هيك، جبت الطنجرة كتيت فيها زيت نباتي. وبكت البصلة بقليها شوي، بعدين بكت الفليفلة كمان بقليها شوي، بعدين بكت الجزر هيك بقليهم هيك ليدبلوا، بعدين بحطلن التبلة وبحركن شوي بحمصن، وبكتلن المي بخليها تغلي، بعدين بكت فوق الرز الكبسة. اي والله طبختي كتير بسيطة ومكوناتها بسيطة. اي والله هون حمصتن هيك الفلفل والبصل، بعدين كتيت الجزر كمان حمصته هيك كويس ايه هيك عفتن هيك ينطبخوا شوي. قلت اروح اعبي علبة التمر. هون المشمش ما كانوا اكلينه يعني.
جبت التمر ده عبيه ده يعني اسويه احشيه جوز واحطه بالعلبة واجهزه يعني. قلت هيك تروح عن وجهي اخلص منه. هيك اعبي هالموية جهز السفرة حوالي، وبدي اسوي جنبها فتوش بخضرة وهيك يعني ان شاء الله تكون هيك عافية وصحة هيك على قلبنا ان شاء الله يا رب. وبعد ما خلصتن هيك لبين ما سويت التمرات كانت مستوية الخضرة. والله قلت أكسب الوقت ما بدي أروح ولا لحظة من وقتي، لأني ما بتحسوا بتدروا ولا بخلص النهار سبحان الله فورا عم مر الوقت. واحد بده يكسب بكل وقت يعني كل لحظة بلحظتها يعني يكون يكسبه. وهيك يا صبايا قلت أسوي خبز للفتوش بدي أفرمه وأجهزه مشان بس أخلص الكبسة أقلي. فرمته بهالشكل سويت كم ريبانة مشان هيك تزيين الصحون. وهيك والله يا صبايا هيك سويت يعني طبخة لليوم فتوش الخضرة والكبسة وهيك شغلات يعني ويعني والعصير يعني ما بصير بلا. وهالشكل أنا سويت الوردات. انتو يا صبايا شلون اعطوني افكار لتزيين الفتوش لشغلات يعني اكلات هيك اعطوني افكار. ويخليلي قلبكن يا صبايا تعليقاتكن الحلوة على الفيديو، يخليلي قلبكن والله يجبر بخاطركن. ايه والله يا صبايا وانا حطلكن تعليق من صبية كاتبتلي والله يا ريتك جارتي يا معزة وكان صبيتلك تبولة وليالي لبنان وصبيتلك قلبي ودخيل قلبك انا يا روحي ما بدي غير سلامتك. اي والله يا ريتني جاراتكن كلياتكن يا صبايا، ويا ريتني جارتك ابوس روحك انا وعلى التعليق الحلو الله يجبر بخاطرك وما يحرمني منك. وهيك عم تجبروا بخاطري بتعليقاتكن الحلوة يخليلي قلبكن والله يجبر بخاطركن. ايه والله هون هيك سويت الفتوش وبدي احطلكن تعليق تاني من صبية يخليلي قلبها على هيك تعليق. هون في تعليق تاني كاتبتلي الله يتقبل من الجميع إن شاء الله الأمهات هي بتعلم ولادها على الصيام ونحن مثل ما علمونا أمهاتنا بدنا نعلم ولادنا. إيه لك يا روحي شلون بدنا نعلم ولادنا على الصيام على الصلاة على العبادة. إيه والله الحمد لله الله يقوينا والله يتقبل منا كل شي. وهون يا صبايا حطيت عصفر وتهارات كبسة للكبسة وماجي وملح وبس حطيت له حركته هيك شوي مع الخضرة وكتيت له المي. اي والله يا صبايا وبعد ما غليت المي صوّلت الرز وكتيته فوقه. بحركه بس أول تحريكة وبس ما برجع بحركه وبعد بس غليت المي بوطي تحته هيك ليستوي وهيك بس يعني وصارت يعني تقريبا الكبسة جاهزة. وهون جايبة معي أنا كبة نية من كفتاية بسموها الأتراك من من الدكان جاهزة عندن إياها كتير كتير طيبة عندن إياها. اي والله كتير كتير طيبة وبتشهي أنا بحبها ومن جبتها. اي والله هي سويتها تشكلتها بهالشكل وحطيتلها جوزة. اي والله هيك صارت جاهزة. قلت هيك مقبلات جنب الكبسة. اي والله الله هيك يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وطاعتنا يا رب. وهيك بهالشكل سويته. وهون بعد ما شكلتها وزينتها كترت لها زيت الحلو ودبس الرمان كتير طيبة هالكبة يعني شفتها بالسوق اشتكيت عليها وما جبتها معي شكلتها بهالتشكيل وزينتها وهيك صارت جاهزة الكبة النية.
وهون جبت السلطة، بدي أفرم الخضرة، بدي أفرم الفتوش بخضرة، بحطله خيار وبندورة وخس وبصلة وبقدونس، بس هيك بحب أحط للفتوش بخضرة. انتو وش بتحبوا تحطوله؟ اكتبولي هيك بالتعليقات، خلونا هيك ناخد أفكار من بعضنا. خليلي قلبكن يا صبايا على تعليقاتكن الحلوة، الله يجبر بخاطركن وما يحرمني منكن، وهيك أنا فيكن بكبر وبدعمكن الحلو. وإذا وصلتوا لهون يا صبايا وما حطيتولي لايك، حطولي لايك وكملوا الفيديو. اي والله يا صبايا، وهيك فرمت الخضرة وصارت جاهزة. بس هيك أنا بحب أحط للفتوش بخضرة، في منهم بحبوا يحطوا تبول آدم بقلة وهيك شغلات، يعني أنا بحب أحط بس هيك للتبول هذا للفتوش بخضرة. وهون بعد ما خلصت فرمة وفرجيتكم هيك غروب الشمس عند اللي بتغرب، كتير والله منظر حلو. وهون جيت يا صبايا عن قبل ما يأذن بربع ساعة، جيت أتبل الفتوش بخضرة، بحطله كمون ونعناع وسماق ومية حصرم وملح، يعني حسب الرغبة، يعني واحد بحط ملح وزيت حلو. هيك تبلتها بهالطريقة. بعد ما تبلتها حطيت لها الخبز المقلي. ايه والله بهالشكل انا بسوي الفتوش بخضرة، وكتير طيب وصار يعني ما هو مالح ولا حامض، تقولي مركز تركيز. ايه والله يا صبايا، هيك بهالشكل صار الفتوش بخضرة، كتير كتير طيب الفتوش بخضرة، بقبل للأكل. ايه والله يا صبايا، هيك صار شكله. ايه حطيت الخبز الريبانات وشكلت هيك زينت الصحن. واكتبولي انتو يا صبايا بالتعليقات ايش سويتوا وايش عملتوا. وهون جوزي عم يسوي القلوبات، كان جاي من الشغل الله يعطيه العافية، حمصلي القلوبات وحطلي اياهن عالزيت إلا بين ما تبلت الفتوش بخضرة. ايه والله هيك سويتن وزينتن، واخدوا بناتي عم باخدوا أول بأول عالسفرة. ايه هيك غسلت ايدي وجبت الصينية، بدي أسوي الكبسة. وصارت مفلفلة كتير كتير وطعمتها كتير كتير طيبة، والله اشتهيتكن معي يا صبايا. وهيك صبيتها وصارت جاهزة وبهالشكل. يعني هاي تقريبا وصحن بس. وهون حطيت الفخاد والقلوبات اللي قليتن وصارت جاهزة. والله بفرجيكم صفرته، اعطوني رأيكم يا صبايا أمانة. وهون بعد ما تعشينا لميت الصفرة جليت ما ضل شي، قلت هيك بشغل هالبخور وهيك بسوي أجواء حلوة، وبضبط صحنين الفواكه بعد الإفطار. والله هيك واحد يروق بهالصحنين الفواكه. وهيك بس، يعني نهاري كان معكم، إن شاء الله هيك ينال إعجابكم، إن شاء الله تكونوا تسليتوا معي، والله يجبر بخاطركن يا صبايا ما يحرمني منكن. وهون جبت الموز كان عندي وبرتقان، يعني وكيوي وفريز وتفاح يعني تفاح شكلين وبرتقان وكيوي وهيك شغلات فواكه كانت عندي حطيتها هيك سويت لهم صحن لبناتي مو عبصومه. اي والله الله يتقبل من الجميع يا رب. وهيك يا صبايا سويت صحنين الفواكه، وهيك النهار انتهى. والله أنا تعبت ما كان، يعني ولا آخر النهار أنا عم برقد طول النهار. اي والله تعبت. هيك الله هيك يتقبل منا يا رب، يعني تعبنا كتير، عم نتعب كله يعني فداء رب العالمين بالتعب. اي والله يا صبايا.
وهذا الفيديو بدي انزله بعد الافطار، انتوا على طلبكم سألتكم ايمت بدي انزل الفيديو، كتبتولي هيك بالتعليقات بعد الافطار نزلينا اياه مشان نتفرج عليه نحن عم نشرب فنجان قهوة. يخليلي قلبكم هيك قلت انزله هذا الفيديو بعد الافطار، مشاهدة ممتعة والله يتقبل صيامكم يا رب. ولهون انتهى الفيديو، بتمنى هيك ينال اعجابكم، بتمنى هيك تكونوا تسليتوا معي، وسلامات صبايا بامان الله. استنوني هيك فيديو جديد وطبخة جديدة، وتصبحوا على خير.